دلوقتي يا جماعة عايزين يعني اللي عدى عليه حاجة يقدر يفيدنا بيها ويفيد غيرنا يقول. اكيد عدى علينا حاجات كتير كلنا كده، من الواقع اللي احنا عايشينه. فانا مثلا ممكن الفت نظر حضرتك مثلا للوقت. عامل الوقت، احنا النهارده انا بتكلم في سن 55 سنه مثلا. ربنا يديك الصحة. امبارح كنت متوقع ان انا عندي 35 40 سنه، يعني مش امبارح بالظبط، بس هو الفكره كلها ان انا عايز اقول لكم ان عامل الوقت هو عامل رئيسي بالنسبه للظروف المتغيره والوقت وسرعه الوقت اللي احنا فيه. يعني عايزين نستغل الوقت ده، ما نضيعوش في اي حاجه، ما نضيعوش في كلام فارغ. تملي نحافظ على الوقت، زي ما عارفين القاعده الثابته: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع. فطبيعي لازم نستفيد بعامل الوقت وما نبقاش وقود محروق من غير ما نستفيد منه. فعامل الوقت اكيد مهم جدا، لازم نترجمه. هنكمل برضه يا جماعة، لو في أي حد عنده حاجة يقدر يفيدنا بيها أو يفيد الناس اللي بيشوفونا يتفضل. انا بتكلم في موضوع ان انت لازم تستغل وجود ابوك وامك، لان دي اكتر حاجه انا عانيت منها بعد وفاه الوالد والوالده. الظروف اتغيرت معايا جامد جدا. فانا بنصح كل الشباب تستغل وجود ابوك وامك في رضا ربنا، وحياتك هتتحسن اكتر. دي النصيحه اللي اقدر اقدمها لاي شاب وشاب. كتر خيرك يا أستاذ. إن شاء الله حد كمان يضيف إن هو يقول لنا حاجة تفيدنا، حاجة مرت فيه. أهم شيء في الموضوع الأول، السلام عليكم. أهم شيء في الموضوع إن الصداقة، الأصدقاء دي أو كلمة الصداقة معناها كبير قوي. الصداقة ديت الصديق اللي يقف جنب منك في محنتك في كل حاجة، مش الصديق اللي يعلمك إن أنت تندمج في الانحراف في الحاجة اللي ملهاش لازمة. الصديق اللي يقف جنب منك في وقت شدتك. يا ريت نصيحتي للشباب ان هم لما يتعاملوا مع بعض او يبقوا مع بعضيهم يتصادقوا بجد بجد. وشكرا. والله بعد الحاجات الحلوه اللي انتوا قلتوها وكمان طالعه من القلب، انا احب اقول للشباب والناس حتى لو كبار، لما تيجي تبدا مشروع اعمل حسابك ان هتقابلك صعوبات كتير. هتقابلك صعوبات تخليك تفكر ان انت تقفل، ان انت ما تكملش، ان انت ترجع من مشوارك، لكن كمل. يعني بالمختصر كده، انا مره كنت فاتح مشروع زمان قوي، كان صعب عليا الايجار، كان صعب عليا المرتبات، اتكسرت عليا الديون. خدت قرار ان انا اقفل خالص. ضربت لواحد صاحبي اسمه المهندس اكرم الحلواني في سجاد، قلت له الموضوع كذا كذا، راح لخص لي الموضوع كله في ورقه طلعها لي. قال لي انا مره عديت بالموقف ده، اقرا الورقه دي مكتوب فيها ايه. انا لقيتها في ظهر النتيجه، لقيت مكتوب فيها: رايت حصابا يكسر حجرا انه يضربه بالمطرقه 100 مره 101 مره وتنكسر الحجر. هل الحجر انكسر بالضربه ال 101؟ اما مجموعه ضربات السابقه زائد ال 101. يعني هتحاول 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 ومره واحده هتخرج من عند ربنا من واسع. الله يستعين. انت اللي فاضل. تمام. انا بس اصغر واحد فيكم، كنت عايز اضيف حاجه بس. استاذ رفعت قال على الاب والام، قال لك اهم حاجه ابوك وامك. انا برضه ابويا ميت وانا صغير اساسا، كنت عايز اتعلم حاجات ما لقيتوش في حياتي وبتاع. كنت اكبر واحد في اخواتي. برضه بتاكد على استاذ ابراهيم نفس الكلام قال الاصدقاء. انا برضه بقيت بصاحب ناس اكبر مني عشان اتعلم منهم، اللي انا اشوف هم جربوا ايه واللي عدى عليهم اتعلم منهم. واستاذ برضه استاذ شريف قال برضه حاجات اللي هو مشاريع. انا كنت ببص على الناس اللي بتعمل مشاريع وبتاع، اقعد مع الناس. انا عايز افيد الناس، بس الشباب اللي انت تقعد مع اكبر منك هتتعلم اكتر، اللي اصغر منك هينزلك تحت مش هيطلعك فوق. وشكرا. تمام. يا ريت انتم كمان يا اصحابنا اللي بتشوفونا، يا الناس اللي بتشوفوا البرنامج، لو حد عنده حاجه يقدر يفيدنا بيها ابعتها لنا، ابعتها لنا في رساله، ابعتها لنا في تعليق. واحنا كمان هنطرحها. ابعتها واضحه واحنا هنطرحها. حاول تكتبها باحساسك عشان احنا كمان نحاول ننقلها باحساسك لينا هنا. احنا متفقين من الاول ان انتم ان شاء الله هتشاركوا معانا وهتبقوا معانا في كل حاجه احنا بنعملها. ان شاء الله. السلام عليكم.